في ناس كتيرة جدا تبدأ البرمجة بحماس، تفتح أول فيديو، تتعلم أول كونسبت، تكتب أول سطر كود، وتحس إنهم أخيرا لقوا الحاجة اللي ممكن تغير حياتهم. لكن بعد شوية بيختفوا، مش لأنهم أغبياء ومش لأن البرمجة مستحيلة، لكن لأن في حاجة بتحصل أغلب الناس مش بتتكلم عنها. البرمجة من بره شكلها دايما مبهرة، ناس بتبني ابس، ناس بتعمل ويب سايتس، ناس بتحل مشاكل معقدة، وناس شكلهم واثقين جدا كأنهم فاهمين كل حاجة. فناس كتير بتقول أنا كمان عايزة أبقى زيهم، وبيبدأوا فعلا. لكن الحقيقة أصعب جزء في البرمجة مش أول توتوريال، أصعب جزء هو اللي بيجي بعد الحماس. أول سبب بيخلي الناس كتير تسيب البرمجة هم إنهم بيبدأوا بتوقعات غلط. كتير جدا بيفكر إن البرمجة هتبقى سريعة، ممتعة طول الوقت، واضحة من البداية، وكل ما يوم كل يوم هيحسوا بالتطور كبير. لكن أول صدمة بتحصل لما يكتشفوا إن الحقيقة مختلفة تماما. الحقيقة إن البرمجة ساعات بتبقى مربكة، بطيئة، متكررة، ومليانة لحظات بتحس فيها إنك مش فاهم أي حاجة. وأول ما الصورة الحقيقية تظهر، الحماس اللي كان في البداية بيبدأ يختفي تماما. تاني سبب، وأعتقد إنه من أخطر الأسباب، هو إن ناس كتير أول ما تغلط بتفترض إن المشكلة فيهم هم. أول ايرور مسج، أول بج، أول مرة الكود ما يشتغلش، فجأة العقل بيبدأ يقول يمكن أنا مش ذكي كفاية، يمكن البرمجة مش ليا، يمكن الناس التانية فاهمة أسرع مني، يمكن أنا متأخر. وده أخطر تراب ممكن أي حد يقع فيه، لأن في البرمجة الغلط مش دليل إنك فاشل، الغلط هو جزء من اللغة نفسها. كل مبرمج شاطر أنت شايفه النهاردة مر بالآلاف اللحظات اللي كان فيها مش فاهم ومتلخبط ومتضايق، بس الفرق إنه ما اعتبرش الغلط حكم نهائي على نفسه. تالت سبب، المقارنة. دي بصراحة من أكتر الحاجات اللي بتكسر أي حد في رحلة البرمجة. تدخل يوتيوب تلاقي حد عنده 15 سنة عامل مشروع رهيب، تدخل جيت هاب تلاقي ناس عاملة ريبوستريز ضخمة، تدخل كود فورس أو كود شيف تلاقي ناس بتحل مسائل بسرعة مرعبة. فتبدأ تحس إنك قليل، إنك متأخر، إنك المفروض تكون أحسن من كده. لكن الحقيقة أنت مش شايف غير النتيجة، مش شايف السنين اللي وراه، مش شايف المحاولات الفاشلة، مش شايف الليالي اللي الكود فيها كان بيقف. المقارنة بتخليك تقيس بدايتك على نهاية شخص تاني، وده ظلم. رابع سبب، ناس كتير بتدخل البرمجة وهي مستنية نتيجة سريعة، مستنية إنها بعد كام يوم تبقى فاهمة كل حاجة، تعمل مشروع قوي، تحل مسائل بسهولة، أو حتى تبدأ تكسب من البرمجة بسرعة. ولما ده ما يحصلش بيفتكروا إنهم فشلوا. لكن البرمجة مش سبرنت، البرمجة ماراثون. هي مش مهارة بتتعلمها في يومين، ولا في أسبوع، ولا حتى في شهر. دي مهارة بتتبني سطر كود ورا سطر كود، غلطة ورا غلطة، محاولة ورا محاولة. والناس اللي بتكمل مش دايما أذكى ناس، غالبا هم الناس اللي استحملوا الفترة اللي مفيهاش نتائج واضحة. خامس سبب مهم جدا، ناس كتير بتفضل تتعلم لكن ما بتطبقش، بيتفرج على فيديو بعد فيديو، كورس بعد كورس، شرح بعد شرح، لكن أول ما يفتح اي دي اي لوحده يسكت، مش عارف يبدأ منين. وده بيخلق إحساس خطير جدا إنك فاهم، لكن الحقيقة لسه ما استخدمتش اللي فهمته. البرمجة مش مادة حفظ، البرمجة مش حاجة بتدخل دماغك بالمشاهدة بس، البرمجة لازم تتعاش، لازم تغلط، لازم تكتب كود مش كامل، لازم تتوه، لازم ترجع، لازم تدور، ولازم تصحيح. من غير ده الثقة ما بتبانش. في مرحلة في البرمجة كل الناس تقريبا بتمر بيها، مرحلة بتحس فيها إنك لا أنت مبتدئ قوي، ولا أنت advanced، ولا فاهم كل حاجة، ولا حتى حاسس إن عندك إنجاز واضح. مرحلة ضبابية جدا، ودي غالبا أخطر مرحلة، لأنها المرحلة اللي الناس كتير بتسيب فيها. ليه؟
لأنهم ما بقوش حاسين بحماس البداية، وفي نفس الوقت لسه ما وصلوش للثقة اللي بعدين. فبيحصل إحساس غريب جدا، كأنك واقف في النص ومش عارف إذا كنت بتقدم فعلا ولا لأ. لكن الحقيقة المرحلة دي غالبا هي العلامة إنك فعلا في الطريق الصح. وأعتقد ده أهم سبب من كل اللي فاتوا. ناس كتير بتربط قيمتها بالشخصية، بمستواها في البرمجة. لو حليت مسألة أنا شاطر، لو معرفتش أنا فاشل، لو خلصت المشروع أنا كويس، لو وقفت في بج أنا مش مناسب. وده مؤذي جدا، لأن البرمجة مش اختبار لقيمتك كبني آدم. أنت مش أقل عشان لسه مش فاهم الكريجن، مش فشلة عشان بج عطلك ساعتين، ومش متأخر عشان غيرك أسرع منك. أنت ببساطة في رحلة، ورحلة البرمجة مش خط مستقيم. طيب، لو ده كله حقيقي، مين اللي بيكمل فعلا؟ مين اللي بيعدي كل ده ويوصل؟ مش بالضرورة أذكى حد، مش بالضرورة أسرع حد، وغالبا مش الشخص اللي بدأ وهو واثق 100%. اللي بيكمل هو الشخص اللي بيتقبل إنه هيغلط، بيتقبل إن التقدم مش هيبان كل يوم، بيقف أحيانا لكن بيرجع، ما بيخليش يوم سيء يقرر مصيره، وبيفهم إن الثقة مش بتسبق الرحلة، الثقة بتبني أثناء الرحلة. ولو انت بتتعلم برمجة دلوقتي وحاسس انك متلخبط او متأخر، او ان في ناس حواليك احسن منك بكتير، فانا عايزاك تعرف حاجة واحدة بس: انك مش لوحدك. الاحساس ده مر على ناس كتير جدا، واغلب الناس اللي انت معجب بيهم النهاردة عدوا بنفس الشك ونفس الاحباط ونفس الخوف. الفرق الوحيد انهم موقفوش عند اول مرحلة صعبة. يمكن أغلب الناس بتسيب البرمجة مش لأنهم ما يقدروش، لكن لأنهم صدقوا إن الصعوبة معناها إنهم مش مناسبين، مع إن الحقيقة إن الصعوبة دي هو جزء طبيعي جدا من الرحلة. ولو أنت لسه موجود، لسه بتحاول، لسه بترجع للكود حتى بعد ما تعبت، فده معناه إنك أقوى مما تتخيل، وده معناه إن لسه في الطريق. ولو الفيديو ده وصلك، اكتب لي في الكومنت ايه اكتر حاجة خلتك تحس انك عايز تسيب البرمجة. ولو حبيت النوع ده من الفيديوهات، دي بداية سلسلة اسمها كود اند كونفيدنس، سلسلة في البرمجة لكن كمان عن الرحلة اللي بتحصل جوانا واحنا بنتعلمها. واشوفك في الفيديو الجاي، وباي.